وكتب لي ورقة حتى على منديل وأعطاني إياها، قريتها. قال: أخ محمد، أنا أريد منك أن تكون حكما بيني وبين أحد أقربائي، ابن عمي ولا ابن. قال شيء، قال: إحنا نطلع روما، ولما نقعد بروما نقعد يوم، وفي فندق معين، إحنا تعرف الخطوط الجوية تتعاقد مع فنادق معينة، ما يروح على كيفه ويدور حجز، لا، خالصين. فيقول وهذا الفندق يمنا مطعم وجبة مع وجبات سريعة كذا، وفي مطعم شاب يهودي من إسرائيل، زين، وهو يخدمني، يعني يشتغل ايش يسمونه، جرسون، جرسون، ويقدم الطعام ويجيبه كذا. انا اتلطف معاه واعطيه هدايا من بعض مظاهر بلدي، الابراج، شيء تراثي، ميداليه، صحن قديم، يعني صنعه يدويه، واحببه. بدأ يحبني الرجل ويرتاح لي ويحس باخلاقي حلوه معاه في التعامل. ثم بديت اصلي امامه، احيانا اخذ لي زاويه في المطعم ولا في كذا، فقال لي: شنو هذه؟ قلت له: الصلاه في الاسلام مريحه، وهي استرخاء نفسي، وهي تعطيك طمانينه. قال: تصدق شوفكني انت عبادتكم سهله ومو معقده مثلنا. فبدا الرجل يحب الصلاه ويسويها لا عباده وانما تجربه. وبديت معاه خطوه خطوه، بدا يحب اخلاقياتنا، بدا يسال عن الاسلام. السفره اللي بعدها كم شهر كان يسافر معاي هذا القريب المتدين أو المتحمس أو المسلم الغيور، خلينا نقول، ونشينا نفس المطعم. فلما عرف أن هذا يهودي ما سلم عليه، ما طالعه، ولا عطى وجه، وأغلظ معه العبارة، وما قبل الصحن منه. فلما رحنا قلت: ليش سويت هالشيء؟ طيب يا جماعة، نحن ضد المجرم ولسنا ضد، يعني يا جماعة دعونا نفرق بين الصهيوني وبين اليهودي، بين الصليبي وبين المسيحي، بين المسلم وبين الإرهابي اللي من ربعنا. احنا ضد المجرم. أنا قد يكون المسيحي أو البوذي أو الهندوسي يعمل معاي في شركتي، في مصنعي، في عدل، في وعامله أحسن معاملة على إنسان، لأن هناك كرامتين: الكرامة الإنسانية، ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم جنس الإنسان مكرم على النبات وعلى الحيوان وعلى كل الكائن. اثنين، الكرامة الإيمانية في الجنس الإنساني، هذه أرقى عاد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالعكس، المعاملة الحسنة هي سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الأغيار ما لم يكونوا حربيين أو مجرمين. وأنت تنتصر للمسيحي ضد أخوك المجرم الغشاش المنافق الحشاش اللي يزور لكل شيء، صح ولا لا يا جماعة؟ فقال لي: منو؟ قلت له: أنت الصح، ولد عمك غلط، مليون غلط. السفرة اللي بعدها قال لي اليهودي: أنا ظنيتكم أنتم سلوككم هذا، لكن تبين أنتم مو كلكم هالشكل، ودينكم ما يربي كل الناس نفس التربية. شفت الانطباع؟ احنا يا جماعة في سبيل الانتشار على الناس هذا عن طريق الخطوط الجوية وعن طريق السفر، رسل لبلداننا، رسل لأسرنا، رسل لقيمنا، ورسل قبل كل ذلك لعقيدتنا وديننا وإسلامنا. فلازم نعطي هذا الدين حقه عشان باقي